معاكم دلوقتي الصوت بتاع الملح بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ناشف خالص وناجح، مفيش احسن من كده. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوا مننا كل جديد ان شاء الله. نبدأ نعبيه بقى ان شاء الله في العلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. حبايبي متابعين قناة ماما مرحبا يوسف في البيت، يا رب تكونوا بخير وبأفضل صحة وأتم حال. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد إن شاء الله. النهاردة بإذن الله هنعمل فيديو جديد عن طريقة عمل ملح الليمون في المنزل بكل سهولة. يا رب الفيديو يحوز على إعجابكم ورضاكم. إن شاء الله لو حضرتك جديدة في القناة أتمنى أن حضرتك تفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ولو حضرتك معايا في القناة من زمان طبعا منوراني ومشرفاني. ونبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. دي مجموعة من الليمون، حوالي 6 ليمونات قدام حضرتك اهمت. ده ليمون من اللي هو حجم كبير مش من الصغير. ببدأ بغسله الأول طبعا كويس جدا وبنشفه إن شاء الله بفوطة نضيفة بتاعة مطبخ. هكمل غسيله وارجع لحضراتكم إن شاء الله. ببدأ أجيب السكينة بتاعتي. الفيديو سهل جدا، ممكن حضراتكم تعملوه في البيت بكل سهولة. ممكن دلوقتي بعد ما تشوفي الفيديو تقومي تعمليه. حضراتكم كلكم شاطرين وأشطر مني وبتعرفوا تعملوا كل حاجة إن شاء الله. حاسبة على ايد حضرتك من السكينة زي ما حضرتك شايفة كده. ببدأ اقطع الليمون بتاعي، ال6 ليمونات او 7 ليمونات مفيش مشكلة، على مقدار الملح اللي انت حضرتك هتستخدميه. دلوقتي هبدأ اعصر الليمون بتاعي. الكمية اللي عندي دي كلها ان شاء الله هعصرها. حبايب قلبي، اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن كل يوم ولو آية واحدة وتدبرها وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى. وبعد كده كمان يا ريت نقدر نعمل باللي موجود في الآية القرآنية في حياتنا اليومية. ببدأ حبايب قلبي زي ما شفتوا كده اهوت بعصر الليمون كويس. هخلص كل الكمية دي عشان ما اطولش عليكم، هعصرها كلها وارجع لحضراتكم. ده اخر نص معايا من الليمون اهوت عصرته. طبعا ملح الليمون بقى غالي دلوقتي في المحلات، ممكن تعملي في البيت بكل سهولة ويكون ابيض وزي الفل وناصع البياض. هوريهولكم بعد كده ان شاء الله. ببدأ اجيب معايا كوباية نظيفة او مج نضيف وبجيب صفاية. اصفي الليمون بتاعي زي ما حضرتك شايفة كده، علشان طبعا الشوائب ديت مش مطلوبة معانا في الخلطة. هنصفي الليمون كويس، والبذر والتفل دوت مش هنستعمله. طبعا ملح الليمون بنستخدمه ساعات في الاكل بدل البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم لو مش موجود. وساعات وبنستخدمه كتير جدا ملح الليمون في تنظيفات السيراميك والبوتاجازات. ان شاء الله الوصفه دي هتنفعنا كتير جدا في حاجات وفيديوهات هنعملها مع بعض باذن الله. اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسيش باللايك. صفيت كل الكميه اللي عندي اهي، 6 ليمونات او 7 حسب كميه الملح اللي حضرتك هتستخدميها. بوري لحضرتك قد ايه عصير الليمون بتاعي صافي جدا. ببدأ في الأثناء ديت بحضر معايا فوطين مطبخ نضاف ما يكونش فيهم. ببدأ أنا جبت اهو الطبق عميق واستخدمت ده كيس الملح ابو 5 جنيه كبير او ابو 3 جنيه، بس ما خدتوش كله بصراحة، خدت نصه على قد كمية عصير الليمون اللي عندي. فحضرتك هتحطي الملح على قد كمية العصير الليمون الموجودة عند حضرتك. ببدأ أشرب الملح بتاعي بعصير الليمون. بدلقش طبعا الطبق كله علشان ما بوظش الخليط. ممكن يكون الملح كميته أقل من عصير الليمون فبوظ الخليط بتاعي ويبوش مني الملح. فبعمل شوية بشوية كده، بخليه عامل زي الرمل المبلول. يعني الملح اللي عندي ده لازم اخليه زي الملح المبلول. بفضل اعملي حضرتك زي ما انا عملت كده بنفس الطريقة دي. ولازم يتقلب كويس جدا الملح مع عصير الليمون
علشان خاطر يديني فعالية اثناء التنظيف او فعالية لما استخدمه في اي مخبوزات ان شاء الله. سهل جدا ومفيهوش اي صعوبة، وتوفري على نفسك كتير وعلى ميزانية بيتك. زي ما قلت لحضرتك انا باخد معلقتين بمعلقتين من عصير الليمون واحطهم على الملح بتاعي، وكمان ابدا ان انا اخلطه كويس. طبعا في الاخر حسيت ان الملح بتاعي عاوز بقيه الكميه، فحطيت بقيه الكميه اللي عندي وخليته عامل زي الرمل المبلول جدا. بس طبعا كميه الليمون ما كانتش اكتر من كميه الملح، الاتنين متوازنين مع بعض. بص يا حبيبه قلبي، في الاثناء ديت انا عندي طرحتين نضاف او فوطين مطبخ نضاف، هتبدلي حضرتك بينهم. هحط الملح ده يومين، ممكن تحطيه في الشمس يومين وبعدين لما ينشف تعبيه. وممكن انا عملت بقى الطريقه ديت، اللي هو انا حطيت على شاشتين نضاف، بقيت ابدل بينهم لحد ما الملح نشف، وبقلبه طبعا بقلبه من الشاشه دي للشاشه دي، وافضيه من على الشاشه دي لحد ما الشاشه دي يعني قطعه القماش دي تنشف. احطه على قطعه قماش تانية ناشفه لحد ما المبلوله اللي معايا تنشف، وارجع احطها عليها تاني. حضرتك فاهمه ازاي؟ يعني بالتبادل بين الفوطين المطبخ، اشيل الملح من هنا احطه على هنا لحد ما الملح عندي نشف وبقى الصوت انا سمعته لحضرتك في الاول كان جميل جدا تبارك الرحمن. وكمان الملح زي الفل اهوت ناصع البياض، جميل جدا. لو عجبك الفيديو لحد هنا ما تنسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصل حضرتك مني كل جديد ان شاء الله. وعايز تعليق حلو زي حضرتك كده علشان اتشجع واعمل فيديوهات كمان. ببدأ اعبي عندي في بطرمانات. طبعا العمليه دي خدت مني يومين اتنين، ولو حطيتي في الشمس الحاميه، بس دلوقتي عشان احنا في شتاء مفيش شمس حاميه، هيغلبك، هياخد منك مثلا 4-5 ايام مع التقليب لو حطيتيه في الهواء بره. لكن طريقه الفوطين او الطرحتين ديت بالتبادل دي هتبقى افضل واحسن، وكمان عشان منعا لاي حشرات تقف على الملح بتاع حضرتك. بدات اعبي ملح الليمون في العلبه بتاعتي محكمه الغلق. دي عندي كانت علبه بتاعت لب بصراحه وتسالي، فانا غسلتها ونشفتها وعنتها، قلت هتنفع في وقت زي ده وهي نفعت بصراحه. كمان حبه الملح اللي فضلوا، ملح الليمون اللي فضل عندي بعد كده حطيته في ازازه صغيره، دي كانت بتاعت حاجه ساقعه طبعا، نضيفه ومتعقمه وزي الفل وناشفه من جوه، ما خليش فيها نقطه ميه سواء هي او العلبه اللي عبيت فيها قبل كده. الملح ناصع البياض. طبعا انا عبيت بقمع، لو ما عندكيش قمع ممكن حضرتك تعملي جلاده كده وتعمليها زي القرطاس وتعبي بيها. الملح تبارك الرحمن ناصع البياض، وفرتي على حضرتك مصاريف كبيره ويبقى عندك موجود في قلب البيت. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته.